اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده جايه اقدم لكم طاجن عكاوي بالبطاطس في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه، باذن الله هيعجبكم. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي عكاوي سلقاها نص سليق، عندي بصل متقطع شرايح وبصل قوارمه وسبع فصوص من الثوم وكوبايه عصير طماطم وبطاطستين متقطعين مكعبات وفلفل الوان. محضره عندي حله على النار، نزلت فيها معلقتين كبار من زيت الذره. هبتدي انزل بعد كده بالبصل متقطع شرايح. البصل يكون في حدود كيلو بصل، كل ما البصل يكون كتير بيبقى طعمها بجد تحفة. هبتدي بقى انزل عليها بسبع فصوص من الثوم وهبتدي اقلبها بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي البصل القوارمة، البصل الصغير ده بيخلي طعم الطاجن بجد في حتة تانية، طعمه بيبقى تحفة ومسكر جدا. هبتدي اقلبه بالشكل ده. هجيب بقى عندي بطاطس تكون متقطعة مكعبات زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. هبتدي اقلبها مع البصل. بعد كده هجيب عندي نص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح. طريقته سهلة خالص. هقلبه. بعد كده هجيب عندي الفلفل الالوان، فلفل احمر واصفر واخضر بيخلي طعمه بجد خطير. وابتدي اقلبها بالشكل ده. هكون محضرة عندي كوباية من عصير الطماطم. انا مش عايزة طماطم كتير، كوباية واحدة من عصير الطماطم زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا جمعت كل المكونات مع بعضها. هسيبها بقى تاخد غلوة. بعد كده اكون محضرة بقى عندي الطاجن اللي هدخله الفرن. هاخد جزء من الخضار، هبتدي افرده في ارضية الطاجن بالشكل ده، واجيب عندي قطع اللحمة وهبتدي ارصها على الخضار زي ما انت شايفة بالشكل ده كده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. هجيب عندي بقى باقي البطاطس بالبصل والفلفل الالوان، هوزعها على قطع اللحمة. طريقته سهلة خالص، طعمه بجد تحفة، هيشرفك في اي عزومة. هجيب عندي بقى الشوربة، هاخد في حدود 3 أو 4 كبشات من الشوربة على حسب ما الطاجن ياخد. هجيب عندي بعد كده بقى ورقة من الزبدة وورقة من الفويل، وهبتدي اقفل الطاجن كويس جدا. هكمره بالشكل ده وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هياخد في حدود ساعة بالظبط. بعد ما هيطلع من الفرن هيبقى معايا بالشكل ده. ما شاء الله طالع مش عايزة اقولك على الريحة والطعم، ومستوي جدا، طعمه خطير. اللحمة دايبة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقته سهلة وبسيطة، لو مش بتعمليه بالطريقة دي جربي طريقتي، انا متأكدة ان هي هتعجبك. طعمه بجد خطير، والبصل مش عايزة اقولك طعمه في حتة تانية خالص. بإذن الله هيعجبك. ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي، وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير. كل سنة وانت طيبة. السلام عليكم.